السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وصفة النهاردة هتعجب الكبير والصغير وطعمها رهيب. وبصوا الجبنة، الناس بقى اللي هي عشاق الجبنة السايحة جوه الكفتة او جوه اي اختراع. هنا هتعجبهم الوصفة دي اوي. بصوا مطة الجبنة الحلوة ازاي. تعالوا معايا عشان اقول لكم الوصفة الجميلة. والطبق الكبير ده معمول بكمية بايه الاول وبكمية قد ايه. يلا بينا عشان ما اطولش عليكم. اول حاجة عندي هنا ده عيش فينو. دول حوالي 4. كان عندي في الفريزر، او لو بقاله فترة عندك بره مفيش مشكلة لو ناشف. المهم هتاخديه وهتحطيه كده زي ما هو كده في الكبة، طري او ناشف ايا كان. وهنضربوه كويس قوي. احنا عايزين نوصل لمرحلة الضرب بتاعته انه يبقى ما فيش قطع، يعني المهم يبقى هو متفتفت كده صغير. هنضربوه كويس قوي لحد ما يوصل معايا بالطريقه دي كده اهوت. وهبدا افضيه هنا عندي في بوله اللي هشتغل فيها وهعمل الكفته بتاعتي. تعالوا معايا بقى هنحط البهار بتاعه وكل ده كده هكتبه لكم تحت في صندوق الوصف. جنزبيل، فلفل اسمر، بصل باودر، توم باودر، ملح، بابريكا، واخيرا بهار فراخ. ما عندكيش بهار الفراخ استغني عنه، مفيش مشكله. انا لسه جايباه، انا ما كنتش بستخدمه في اي وصفاتي خالص. لو هتستغني عنه ممكن تحطي مكانه كاري. لو مش موجود عندك بهار الفراخ حطي مكانه كاري. كميه هكتبها لكم تحت في صندوق الوصف. عندي هنا بصلايه وسط، لا هي صغيره ولا هي كبيره، ومعلقه صغيره من الثوم المفروم، او لو عندك فص ثوم صريح حطي فصين ثوم كبار. وبيضه واحده. هننزل في نفس الكبه اللي طحنا فيها العيش، هننزل بالبصل والثوم والبيض. هنا انا كنت بحسب الكاميرا بتصور. اتاريني ما دوستش على على التصوير. فهنا انا كنت بحط الفراخ، كنت مجهزه الفراخ البانيه، كنت غسلها كويس وسايباها تتصفى. وبحطها في الكبه مع البصل والبيض والثوم. دي حوالي ربع كيلو من الفراخ البانيه، هو ربع كيلو من الفراخ البانيه. اه ربع كيلو هو اللي عمل لي الكميه دي كتير جدا. حلوة قوي، موفرة جدا جدا والله، والطعم تحفة. يعني العيش مش غالب عليها خالص، لا بالعكس. الفراخ باينة قوي في الوصفة. انا عايزاكم بجد تجربوها، الوصفة هتعجبكم جدا. هضربهم كويس قوي لحد ما يتفرموا ناعم قوي قوي. تمام. وهنزل هنا في البولة مع العيش بتاعي اللي انا كنت سايباه مع البهار. هحط حوالي ربع كوباية من اللبن، اللبن العادي. هنزل بقى عندي بالفراخ بتاعتي وهبدأ ادمج كل ده كده مع بعضه. عايزين تحطوه كله في الكبه وتدمجوه مفيش مشكله. بصوا انا بوريكم هنا ملمس الفراخ، انا عايزه الفراخ توصل لحد ما هي تبقى زي المعجون كده. هبدأ بقى ادمجهم بايدي كويس جدا لحد ما اوصل للقوام المطلوب، ان انا اخلي كل حاجه مختلطه ببعضها زي ما انتوا شايفين كده اهوت. تمام. انا في هنا غلطة انا عملتها، بس هي ما كانتش مقصودة، هو كان غصب عني. انا خليتها في التلاجة، يعني قفلت عليها كده بكيس وخليتها في التلاجة. والموضوع ده يا ريت ما يتعملش منكم يعني. انا كنت اول مره اعمل وصفه هنا معاكم بصراحه، يعني اختراع كده جالي فقلت اجربه. كنت عملتها باللحمه وعجبتني وقلت اجربها لكم بالفراخ. بس تصوير اللحمه معلش باظ مني، ان شاء الله هبقى اكرره لكم تاني. عندي هنا الجبنه اللي انا هحشي بيها. انا كنت في الفتره دي سايباها بقى في التلاجة. طبعا ما تعملوش كده، ولو عملتوا كده هقول لكم تعملوا ايه. انا ما كنتش فاضيه بصراحه عشان كده سبتها في التلاجة. هقول لكم لو اضطريتوا ان انتوا تسيبوها في التلاجة هقول لكم تعملوا ايه. هنا كده عندي نوعين الجبنه، موتزاريلا وتركي. حطوا نوع الجبنه اللي يريحكم اللي انتوا بتحبوه، بس طبعا اللي عطالي المطه دي هي التركي والموتزاريلا. ولو شيدر معاهم يبقى حلو، او شيدر وموتزاريلا او شيدر وتركي، يعني شوفوا اللي انتوا عايزينه اعملوه. انا دايما بحب الطعمين دول، التركي مع الموتزاريلا. الموتزاريلا ملهاش طعم بتدي مطه، التركي بتدي طعم. انا بحب دايما التركي بطعم الكفتات والكوردن بلو والكلام ده، بتدي طعم حلو قوي. هبدا اكور الجبنه زي ما انتوا شفتيني كده، انا خلطتهم مع بعض وكورتهم عملتهم كور. ودي الكفته بتاعتي بعد ما حطيتها في التلاجة، ودي كانت الغلطه اللي انا عملتها. بصوا طالعه ناشفه قطع. هوريها لكم في لقطه كمان، انا بوريكم شكلها عامل زي كتله كده اهوت.
لو حبيتوا ان انتوا تحطوها في التلاجة وطلعتوها لقيتوها كتلة كده تمام، هتحطوا ربع كوباية من الحليب تاني عليها وتخلطوها في الكبة، هتطلع معاكوا طرية وحلوة زي ما كانت في الاول تمام. يعني لو اضطريتوا تحطوها في التلاجة هتحطوا لها ربع كوباية من الحليب تاني وتبدأوا فيها شغل على طول. هنا بقى هبدأ احط في طبق جنبي، عايزين تحطوا مية حطوا، عايزين تحطوا حليب حطوا. انا بصراحة حبيت الحليب علشان بس ايه يعني كمان يساعد معايا في الطراوة، لان انا لما لقيتها ناشفة كده معايا بقيت اخد قطعة قطعة واطريها، بس بعد ما كورتهم. يعني انا كورتها الاول وحطيتها على جنب، وبقيت لما اخد كورة كورة علشان احشيها بالجبنة بقيت اطريها باللبن. حطيت هنا جنبي في طبق حليب. بصوا هنا انا بوريكم شكلها بقى عامل ازاي، بقت عامله زي الكتله الواحده العجينه. وهنا هتبقى صعب عليكم ان انتوا تقفلوها كويس قوي علشان الجبنه ما تطلعش منكم في الزيت تمام. فيا ريت الخطوه دي ما تعملوهاش، اول ما تعجنوها اشتغلوا فيها على طول. هنا عندي بقى الكور، انا كورت الكفته كلها. هبدأ بقى اخد كورة كورة من الكفتة، بس ابل ايدي الاول باللبن. انا بملي ايدي ليه باللبن علشان خاطر العيش ما يخليهاش تلزق في ايدي تمام، ودي حاجة مهمة. هبدأ بقى اخد واحدة واحدة كده، وهبدأ اكورها كده اجوفها من جوه زي الكوبيبة لما كنا بنعمل الكوبيبة. بصوا هنا بتتقطع مني ازاي. فطبعا عايزه اقول لكم اخدت مني وقت وانا بغلفها كويس علشان الجبنه ما تطلعش منها في الزيت. وطبعا مع الاستعجال في بعض واحده كده طلعت منها الجبنه، ما فيش مشكله خالص، هي ما طلعتش قوي يعني ما بوظتليش ما بوظتش الدنيا قوي. بس لو عملتوها زي ما بقول لكم كده بعد العجن على طول هتعرفوا تغلفوها كويس وتقفلوها كويس، ومش هتطلع منكم اي حاجه. هبدأ بقى اخد واحدة واحدة واغلفها، احط فيها كورة الجبنة بتاعتها. الكورة بتاعت الكفتة دايما بتبقى اكبر حاجات بسيطة قوي من الجبنة. ربع كيلو ده عمل لي 30 قطعة من الكفتة. طبعا الحجم انا مش هعرف يعني اوصل لكم الحجم ان الكاميرا بتبقى غير الحقيقة، بس هو حجمها كان حلو قوي ومناسب جدا، يمكن انتوا شايفينها وانا ماسكاها في ايدي يعني. بس هكورهم كلهم وارجع اقول لكم هعمل فيهم ايه. كورتهم كده زي ما انتم شايفين كده اهوت، وهبدأ بقى اخدهم في طبقة الغلاف بتاعتي. طبقة الغلاف بتاعتي هي عبارة عن خليط الفيجيتار اللي هو الفيجيتار البيتي. يعني انا يعني اللي هو العيش والكورن فليكس اللي انا كنت عاملاه قبل كده معاكم في البانيه. هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو بتاع البانيه تحت عشان اوريكم انا كنت عاملة الخلطة دي بايه. هكورهم بس كلهم. بعد ما كورتهم هغلفهم بالطبقة الخارجية عبال ما الزيت ما يسخن. واول ما الزيت ما بدأ يسخن بدأت انزل الكور بتاعتي وخلاص كده هوت احلى كفتة هتاكلوها بجد. ملحوظة بقى واحب دايما انبهكم ليها ان يعني انتوا لما تقلوا كفتة نية، يعني فراخ نية او لحمة نية او كوردن بلو زي ما عملناه مع بعض قبل كده، يا ريت الحاجات اللي هي فيها غلاف من جوه وغلاف من بره يعني طبقات وكده، يا ريت تقلوها في حاجات سميكه. يعني زي ما انا مقليها كده في الجرانيت. انا بقول لكم هنا ان انا هطلعها على المناديل لحد ما تصفي الزيت بتاعها، هي كده كده ما بتشربش زيت، ما شربتش زيت ما شاء الله. لان الخلطه بتاعه الفيجيتار اللي انا كنت عاملاها معاكم دي ما بتشربش زيت خالص، وكان سبق وقلت لكم الموضوع ده قبل كده اهوت. يا ريت تقلوا في حله جرانيت علشان الحلل الجرانيت بتبقى سميكه فبتدي سخونيه بس ما بتحرقش الحاجه. يعني هتخلي الفراخ من جوه ومن بره، الكفته من بره ومن جوه مستويه حلوه قوي. والكوردن بلو لما برضو عملته كان طالع مستوي حلو قوي 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 من جوه. فدي ملحوظة يا ريت بعد اذنكم تركزوا فيها خالص، لان حتى القلي بيبقى ليه عامل كبير قوي في الاكله، وممكن يبوظ يعني الحاجه اللي انتوا بتقلوا فيها ممكن تبوظ الاكله خالص منكم. هنا انا بس قلبتها تقليبه وهسيبها بقى لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو، وهبدا اطلعها على المنشفه. برضو هنا سوري الفيديو فصل مني، التليفون كان فصل، بس قلت خلاص دي خطوه مش مهمه، خلاص انا وريتها لكم، انا حطيتها لكم في الزيت وخلاص كانت هتطلع. وزي ما انتم شايفين كده انا طلعتها بجد بجد طعمها جميل يا جماعه. رهيب. البهارات الكتير بتبوظ الحاجه، فبعد اذنكم ما تحطوش بهارات كتير بعد اذنكم.
الطبق الحلو ده ما كلفنيش كتير، وفي ظل الظروف اللي احنا فيها دي طبعا اكله زي دي موفره جدا. شوفوا بقى الجبنه وجمالها، وعايزاكم تجربوا الوصفه الحلوه دي، وبجد بجد بجد تقولوا لي رايكم ايه. انا من عشاق الفراخ فبحب دايما ابدع فيها، واوعدكم ان شاء الله ان انا هعمل وصفه اللحمه برضو اللي زيها وهبقى انزلها لكم. يا رب تعجبكم، ويا رب تكون عند حسن ظنكم دايما بوصفاتي البسيطة، اللي دايما عودتكم ان القناة عندي بتعمل كل جديد وكل ما هو بسيط مش مكلف. اشوفكم على خير، باي باي.